أنا مصطفى محمد، صحفي. في ناس بيشوفوني بتاع مشاكل، بس أنا شايف إن من ضمن وظايفي إني أكشف الفساد للرأي العام. اليومين اللي فاتوا اكتشفت إن عندي كانسر. أيوة، عندي ورم على المخ ولازم أستأصله. بس الحقيقة إن أنا عندي حاجة أهم من إن أنا أستأصل الورم. في ورم كبير جدا وكانسر بينهش في المجتمع. في مجموعة من الفاسدين لازم الواحد يقف لهم. ممكن تكون انت شايف ان كلامي مجعلص واني بتاع شعارات وبتاع جعجع وعايز ابقى بطل شعبي، بس خليني محرقلكش الاحداث واعرفك على الناس اللي انا شايف ان هم خطر على المجتمع، وانت احكم براحتك. وإن عايز أوريك أحداث وأنت تحكم بنفسك برضه عشان ما تقولش إن أنا متبني على حد. المشاهدين، مع اقتراب السباق الانتخابي قررنا ان احنا نبدا بلقاءات مع المرشحين، واول واحده نبدا بيه راجل عليه جدل كبير جدا في الدايره، في قطاع مش قليل في الدايره بيقول ان هو ملوش علاقه بيها وباراشوت عليها، فعايزين نعرف كل القصه دي عشان ما نقولش كلام مرسل، وهنستضيفه النهارده عشان يقول لنا كل الكلام ده. معانا النهارده مهاب الجنايني. اهلا بحضرتك يا استاذ مهاب. يا اهلا وسهلا. انت عليك جدل كبير ليه يا استاذ مهاب؟ بمعنى ان انت الناس عماله تقول ان انت باراشوت على الدايره ومش كلمة باراشوت يا استاذنا، انا لما دخلت الانتخابات بناء على الشعب هو اللي رشحني. الناس بتوع الدايره كلهم هم اللي مرشحيني. واي انسان ناجح هتلقى بيحدفوه بالطوب. ايه اللي هم ماسكينه عليا؟ حضرتك اولا مش من ابناء الدايره، ما اتولدتش فيها ما تربيتش فيها، ايه علاقتك بيها؟ انا ابا عن جد في الدايره، بس مفيش حاجه. بس لازم يبقى ليا مقر في القاهره، لكن هقعد ولو في البلد باجي خميس وجمعه باخد شكاوي الناس، ولو في مصالح او في تعيينات. انا قصرت في ايه؟ وكلمه ايه باراشوت؟ ايه الباراشوت ده؟ يعني انت مش من اهل الدايره؟ لا، ده انا ابا عن جدا وعرت هناك. طب خلينا نتكلم في حاجه على ذكر التعيينات. واضح كده ان انت بتعين قرايبك بس وفقا للورق اللي موجود قدامي يعني. زي ايه مثلا؟ حضرتك والله في ناس كتير اتعينوا في اماكن مهمه، كلهم اكتشفنا كده لما جينا عملنا سيرش ان هم قرايبك. انا بيجي لي الكشف بكتب ابناء دايرتي كلهم. ممكن يكون حد من قرايبي مكتوب واسمه نزل، بس دي صدفه غريبه ان يبقى كذا حد يعني يا سياده النائب. لا، انا كل الانتخابات عندي نزيهه والناس كلها سواسيه، ما بجاملش. بس الناس بتعتبرها رشاوي انتخابيه الحكايه. لا، مفيش رشاوي. مفيش رشاوي. طب ما تقدر تقول لي كده ملمح عن البرنامج بتاعك الانتخابي؟ بالنسبه للانتخابات، انت هتعمل ايه لاهل الدايره؟ اهل الدايره المناطق اللي ما فيهاش كهرباء نجري على الكهرباء، المناطق اللي ما فيهاش ميه نقدم وندخل ميه، المناطق اللي عايزه مستشفيات نقدم وناخد الموافقات. احنا بنمشي قانوني في كل حاجه يا استاذ. هو في شعب بتقول ان دي بتبقى خطه الدوله وانت بعدها بفتره بتبقى عندك خلفيه فبتقدم الطلب اكنك انت اللي قدمت على الموضوع ده، مع ان الدوله هي اللي او الجهه المسؤوله هي اللي بتبقى عامله. يعني انت قصدك بيجي لي الخبر فانا بروح مقدم واكني انا اللي قدمت. انا بقول لك اللي بسمعه. افرض اديني بسمع
طب عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه بالمناسبه. ايه الاختلاف بين الدوره دي والدوره اللي فاتت، ومع وضع في الاعتبار ان انت الدوره اللي فاتت ما حالفكش التوفيق وما نجحتش، ليه مصمم؟ في ناس بتقول ان انت بتستقتل على الحصانه. اعمل ايه؟ بتستقتل على الحصانه. الحصانه؟ اي راجل شريف معاه حصانه طول ما هو ماشي مظبوط معاه حصانه، فانا هحتاج الحصانه في ايه؟ الحمد لله عندي شركاتي وعندي تصدير واستيراد وعندي مجموعه ابراج وعندي المصانع بتاعتي، لكن انا وماشي راجل نظيف. فالمواطن العادي معاه حصانه طول ما هو ماشي نظيف. عرفت بقى انت ظالمني يا استاذ مصطفى، والناس بترمينا عشان احنا ناجحين. بص انا ما اقدرش اجزم، انا جبتك واديتك فرصه عشان تشرح للناس البرنامج بتاعك، وفي نفس الوقت الحكم في الاخر للناس، والانتخابات مش بعيده، كله ده هيبان في الصندوق. ما تستناش الموت لما يجي لك، روح له انت. اطخ نفسي يعني؟ ما انت كل شويه بتقول هطخ الصحفي، لما تطخه احنا نطلعت فيه. في موت بشياكه، يعني عربيه تخبطه. انت بتقول بيتعالج بايه؟ عنده الكانسر. بيتعالج من الكانسر، يعني بيروح مستشفيات على طول؟ اكيد طبعا بيروح مستشفيات على طول. بيعلق محاليل؟ اكيد. حقن الدواء ونخلص منه، وربنا يقدرنا على فعل الخير. يا مساء يا مساء. نفذ. قول لي، الصفقة اللي غرقت في عرض البحر دي ليه؟ المركبة غرقت ليه؟ خشبها باللي عليها. الناس بتقول قضاء وقدر، بس انا شاكك ان هي معموله في فعل فاعل. قضاء وقدر. احنا مسؤولين اعداء كتير. اولهم الصحفي اللي واقف لنا في كل حاجه ده. صحفي بينكش ورانا في كل حاجه، في المزارع بينكش، في التصدير والاستيراد بينكش، لما بنطلع تسليح لمدرسه بينكش ورانا. انا مش عارف هو عايز مننا ايه ده. مع ان احنا بنعمل خدمات بنخدم الناس. ده ما خلاش اي حد بيقول لي قرايبك انت بتعينهم، انا بعينهم. اديك انت بتشوفوا شهاده حق هتنزل ظهر الارض. احنا الاسماء بتجيلنا بنكتب الاسماء، في قرايبنا مكتوبين في النص. بس قرايب اللي بيتعين رزق من عند ربنا، هم ما بيتعينوش. انا ذنبي ايه؟ واي حد يجيب لك اي هدايا ما تقبلهاش. اتفضل. أنا مصطفى محمد، صحفي. في ناس بيشوفوني بتاع مشاكل، بس أنا شايف إن من ضمن وظايف النكش في الفسدود للرأي العام. اليومين اللي فاتوا اكتشفت إن عندي كانسر. أيوة، عندي ورم على المخ ولازم أستأصله. بس الحقيقة إن أنا عندي حاجة أهم من إن أنا أستأصل الورم. في ورم كبير جدا وكانسر بينهش في المجتمع. في مجموعة من الفاسدين لازم الواحد يقف لهم. وممكن تكون انت شايف ان كلامي مجعلص واني بتاع شعارات وبتاع جعجع وعايز ابقى بطل شعبي، بس خليني محرقلكش الاحداث واعرفك على الناس اللي انا شايف ان هم خطر على المجتمع، وانت احكم براحتك.